مع مستر هشام في الوحدة الخامسة للصف الأول إعدادي. النهارده بإذن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا ألا وهو A clean country. A clean country يعني بلد نظيفة. بلد نظيفة A clean country. والآن مع الكلمات ومع الطلاب. clean معناه نظيف. dirty معناه غير نظيف عكس كلمة clean. بلود يعني ملوث. ugly يعني قبيح. healthy يعني صحي. winter يعني شتاء. spring يعني ربيع. farm يعني حديقة. problem يعني مشكلة. rubbish يعني زبالة أو قمامة. get dirty معناه قذر مش كويس. move معناه تحرك. يلا collect يعني جمع. decide يعني يقرر. journalist يعني صحفي. design يعني يصمم. area يعني منطقة. carry يعني يحمل. play يعني يلعب. children يعني أطفال. phone يتصل تليفونيا. run away يعني يجري هاربا أو يهرب أو يسرع. happen يعني يحدث. grass يعني حشائش. كافيه يعني قهوة مكان للجلوس. جاكيت يعني جاكيت. سين يعني منظر. describe معناه يصف. next التالي. بارك معناه حديقة. lunch الغداء. beautiful يعني جميل. يلا send an email يعني يرسل ايميل. woman يعني امرأة جمعها women. ox يعني ثور طول. والآن بعد ما انتهينا من الكلمات وأهم الكلمات في الوحدة الخامسة للصف الأول إعدادي، الآن مع الجرامر. النهارده بنتكلم the past continuous tense زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر بيعبر عن حدث تم في الماضي واستمر في الماضي، وطبعا تم شرحه في الفيديوهات اللي قبل كده. حدث تم في الماضي واستمر في الماضي، أو حدث تم في الماضي قطعه حدث آخر. بيتكون من was where verb the ing. الووز مع المفرد مع الهي والشي والات أو أي اسم مفرد. الوير مع الجمع مع الوي والزي واليو. يبقى was أي اسم مفرد، where أي اسم جمع. والآن على الوايت بورد نشرح أهم الجرامر للوحدة الخامسة. يعني decide to يقرر أن بيأتي بعدها الفعل في المصدر. he decided to play tennis هو قرر أو نوى يلعب تنس. wanted to يريد أن he wanted to help us يبقى wanted to الفعل في المصدر. قلنا الباست كونتينوس الماضي المستمر بيتكون من was where verb زائد ing. was مع المفرد مع الهي والشي والات او اي اسم مفرد. الوير مع الجمع مع الوي والزي واليو اي اسم جمع. اهم كلمتين بيجوا مع الماضي المستمر while اثناء وwhen. اقول while we were playing يبقى ماضي مستمر. اقول when I met احمد met ماضي يبقى اهم قاعدتين while بينما واثناء when. مثال while احمد was playing بقى اثناء ما احمد كان بيلعب يبقى جبنا while وفاعل was او where وفيرب زائد ing. قلنا his father called him والده قاعد يدعي عليه يبقى الحدث الاول ماضي مستمر والحدث الثاني ماضي بسيط. while they were watching TV اثناء ما هما بيشاهدوا التلفزيون اللي حصل؟ the light went out النور اتطفى. اهم الكلمتين when عكسها when بيجي بعدها ماضي بسيط. يعني when the light went out عندما النور اتطفى they were watching TV كانوا بيتفرجوا على التلفزيون. يبقى الماضي المستمر was where
فيرب زائد ING. في السؤال بنجيب وصف الأول وير وبعد كده الفاعل ومعناهم هل، بجاوب عليهم بيس أو نو. وفي الحالة دي بجاوب عليهم بيس ونو. النفي ووز نفيها wasn't. طب وير weren't. وفي كام قاعدة برضو معاهم. بعد كده بعد انتهاء من الماضي المستمر بنيجي على كلمة collect. collect يعني نجمع. لما أقول collect ستامبس يجمع طوابع بريد. collect ربش يجمع القمامة. collect children يحضر الأطفال. collect eggs يجمع البيض. يبقى collect معناه يجمع. طب have معناه يتناول ومعناها عندي. لما أقول have lunch يتناول غداء. have breakfast يتناول الإفطار. have dinner يتناول العشاء. have a bath يأخذ حمام. have a nice time أو on a nice time يقضي وقت جميل. بكده ركزنا على أهم الكلمات في الوحدة الخامسة وعلى أهم الجرامر اللي هو قاعدة decide طول فعل في المصدر أو want طول فعل في المصدر، واتكلمنا عن الماضي المستمر وعرفنا نعبر حدث تم في الماضي وانتهى في الماضي أو قطعه حدث آخر، وركزنا على قاعدة collect اللي بيجي معاها إيه، وركزنا على كلمة have. وكده انتهينا من الوحدة الخامسة بكل سهولة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وبإذن الله يتم المشاركة عليه. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.